لو نفسك في كيكه هش وطريه وغرقانه بالشوكولاته بتدوب في البق بالشكل ده، يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هنعمل كيكه شوكولاته سهله ومكونات بسيطه جدا وبعدد 2 بيضه بس. يلا بينا نبدا. بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق المتعدد الاستخدامات عادي جدا. معايا كمان نص كوبايه من الكاكاو الخام، وهنا الكاكاو الخام انا جايباه اسباني نضيف، وباكد نجيب الكاكاو حاجه نضيفه. معايا كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني كيس من البيكنج باودر. معايا كمان معلقه صغيره من البيكنج صودا، وبرضو باكد على البيكنج صودا مش اللي بنشتريها خالص من العطار السايبه، دي هي اللي انا قصدي عليها، دي للمخبوزات. تمام كده، هحط معلقه صغيره منها بيكنج صودا. هجيب بقى كل الكلام ده وانخله، وده خطوه اساسيه، اني لازم انخل المواد الجافه. طبعا دي مكونات الجافه معايا، وبعد ما بنخلها خلاص كده دي مكونات الجافه هحطها على جنب. واجيب بقى اشوف هعمل ايه في المكونات السايله. هجيب بقى بولة تانية وهنزل فيها ببيضتين بس، وكوباية من السكر العادي الحبيبات. تمام كده. وهنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من الخل، ودي أساسية برضو علشان الزفارة وعلشان تتفاعل معاها البيكنج صودا، دي مهمة جدا. هضرب بقى الكلام ده كله لغاية ما أحس إن السكر بتاعي داب بالبيض. أول ما أحس إن السكر داب هنزل بنص كوباية من الزيت. وهنا الزيت اي حاجة، يعني اي نوع انت بتستخدميه، يعني اي نوع متوفر عندك. معايا كمان كوباية وربع من الحليب. وبس كده المكونات السايلة بتاعتنا خلاص خلصت. هديها بس ضربة كمان وتعتبر المواد السايلة كده جاهزة معايا. مفيش اسهل ولا ابسط من كده يا جماعة. لو كنت بتعمليها بطرق مختلفة، لا جربي، انصحك جدا تجربي الطريقة دي. كده انا خلاص خلصت. هجيب بقى المواد السايلة على المواد الجافة وهنزل بيهم على بعض، وهقلب بقى بالمضرب اليدوي العادي. وانا بضرب بقى هحس ان المكونات بتاعت الكيك تقيلة. ما تقلقيش خالص، ده عادي خالص، دي حاجة ما تقلقكيش، هيبقى تقيل وانت بتضربي كده. اهو شايفين، عايزه اوريكم السمك عامل ازاي تقيل، مش زي الكيك العادي. هعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه الا ربع من الميه المغليه، تكون مغليه جدا، وهنزل فيها بمعلقه من القهوه سريعه الذوبان، وهقلبها وانزل بيها وهي سخنه على الخليط. انا نزلت بقى دلوقتي بيها وهي سخنه والخليط خف، انا بس الكاميرا ما جابتش اللقطه. تمام كده. هجيب بقى معايا صينيه مقاس 24، وهدهنها كلها سمن، وهحط في القاعده ورق زبده. طبعا انا بستخدم 24، لو حابه تستخدمي 26 زي الفل، يعني هي اقصاها 24 26. يعني الفرق ما بين دي ودي ان 24 بس هتبقى مرتفعه عن مقاس 26. كل ما كبرت الصينيه كل ما وطي سمك الكيك. دي قاعده، ان كل ما كبر حجم الصينيه كل ما وطي مستوى الكيك. هنا بقى جبت خلة اسنان وعملت زي دواير كده علشان ما تعملش فراغات هوا على الوش. هدخل بقى بيها على فرن ساخن مسبقا، رف اوسط، على درجة حرارة 180. هتاخد من 35 ل 45 دقيقة. طبعا انا بتابعها حتى لو التزمت بالميعاد، لكن على حسب الفرن بتاعك برضو. قبل ما تستوي بقى هعمل الجناش بتاعي الاقتصادي. معايا بار من الشوكولاته عامل 200 جرام، اي نوع شوكولاته بتفضليه، شوكولاته مطبخ. ومعايا 3 معالق من الكريم شانتيه الخام. وهنا هعمل جناش يعتبر اقتصادي، عايزاكي تركزي معايا انا عملته ازاي. انا جبت 3 معالق من الكريم شانتيه الخام اللي انا معايا دلوقتي، حطيت عليه نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الميه. هقلبهم كويس وعلى نار هاديه. اول ما يبدا يغلي هنزل بالشوكولاته بتاعتي واطفي فورا، وبعدين احط معلقه من الزيت، اي نوع زيت. تمام كده، يبقى خلص معايا الجناش الاقتصادي، وهحطه على رف التلاجة لمدة ساعة. انا هنا بعد 40 دقيقة بقى لقيت الكيكة، حطيت خلة الاسنان طلعت نظيفة، طفيت فورا وطلعتها بعد 40 دقيقة. طبعا انت على حسب الفرن بتاعك. انا عملت هنا بقى الجناش بتاعي بيلمع وجميل. هجيب بقى الصينية بتاعت الكيكة بتاعتي، وعايزة اقول لكم ان التشققات دي بتدل على نجاح الكيك بتاعي. هقلب بقى الكيكة بتاعتي في طبق التقديم. شايفين بقى الجمال والمسام بتاعتها، حاجة كده جميلة، حاجة كده زي الفادج كيك.
شايفين المسام بتاعتها ضيقة جميلة جدا، وطلعت بكل سهولة ورقة الزبدة بتاعتي. هجيب بقى الشبكة بتاعة الميكرويف بتاعتي او اي شبكة عندك للتهوية. طبعا بعد ما بردت تماما بردت معايا، هنزل بيها على الشبكة علشان نحط لها الجناش بتاعها. كده الجناش جاهز معايا، بس انا مش هحطه على طول. نشوف هنعمل ايه. معايا كوباية الا ربع من الحليب، وممكن استبدلها بمية عادي جدا. كوباية الحليب دي كوباية الا ربع من الحليب، ممكن استبدلها بكوباية الا ربع من المية. هنزل عليها ب3 معالق من الجناش بتاعي علشان اديلها اطعمها او اسكرها، وهشرب بيها الكيكة بتاعتي. ممكن عادي خالص زي ما قلت كوباية الا ربع من المية. هشرب بقى واسقسقها كده. واهم حاجة تكون الكيكة باردة تماما، زي ما انا قلت لازم تكون باردة، مش سخنة ولا دافية، تكون بردت تماما علشان تمتص كويس الحليب بتاعي. هنزل بقى بالجناش بتاعي. طبعا انا حاطه الصينيه من تحت علشان ينزل فيها اي جناش زياده. زي ما احنا شايفين كده هبدا اوزع توزيع متساويه للجناش. شايفين اللمعه بتاعته الشوكولاته اللي بتدي اللمعه في الجناش يا جماعه، زي ما قلت معلقه الزيت. هنزل بقى بكل الكميه بتاعتي زي ما احنا شايفين، وهسيبها بقى لما تتصفى تماما لغايه ما تخلص كل التنقيط بتاعها ده وتتوزع كويس براحتها. هبدأ بعد كده انقلها بقى في الطبق بتاع التقديم. هحاول بقى انقلها بشويش. انا عندي السكينه بتاعه التقطيع المشرشره دي الكبيره بتاعه التورت، هنقل بيها مع مقصوصه كده اللي هي زي بتاعه البشاميل مثلا، وانقل بيها بالراحه في طبق التقديم. شايفين باقي الجمال؟ بجد فخمه، كيكه شوكولاته بجمال غير طبيعي، لمعه تخطف العين، قوام هش وخفيف بيدوب في البق. بجد طعم الشوكولاته غني. اشجعك جدا تعمليها بحب لكل اللي بتحبيهم. جربيها مش هتندمي، ومتأكدة انها تعجبك. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم. لو لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل اشعاراتنا في فيديوهاتنا الجديدة. وانتظروني دايما في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.